العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. دعوة للحوامل من أجل الولادة في أقرب مؤسسة صحية. وزارة الزراعة تنفذ أعمالا جادة لمتابعة تأمين الغذاء. سيمينار توعوي حول قوانين المرور في مصوع. بشار الأسد في أول زيارة إلى بلد عربي منذ بداية النزاع في سوريا. مقتل 4 جنود أمريكيين في تحطم طائرة عسكرية في النرويج. تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا في الصين منذ أكثر من عام. مرحبا بكم. ناشد مسؤول قسم الولادة في مستشفى أوروتا التحويلي الدكتور كبراب أسرات الحوامل اللاتي يضعن حملهن بطرق سليمة للولادة في أقرب مؤسسة صحية تفاديا من المتاعب والمنصرفات المالية وهدر الوقت. وأوضح الدكتور كبراب أن غالبية أعمال القسم ترتكز على معالجة المشاكل الطفيفة والخطيرة التي تصادف أثناء الولادة، حيث وضعت خلال العام الماضي 26 حامل من 5022 حامل بالعملية الجراحية. وذكر أنهم يقومون بمتابعة جادة قبل وبعد الولادة لجميع الحوامل القادمات من الأقاليم الستة للبلاد، مناشدا الحوامل القيام بمراجعة 8 مرات حتى يوم الولادة، لما يلعبه ذلك من دور كبير لسلامتهن وسلامة الجنين. وقال الدكتور كبراب فيما يتعلق بطب الرحم إنهم أجروا العام الماضي 882 عمليات جراحية طفيفة وبالغة، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الدم الوطني لتعويض نزيف الدم الهائل الذي يجري أثناء العمليات الجراحية والولادة في المستشفى. وتوضح المعلومات الواردة بأن مستشفى أوروتا الوطني التحويلي يضم 100 سريرا، منها 32 مخصصة للاتي يعانين من مشاكل الرحم. يقوم قسم التشريعات والرقابة في وزارة الزراعة بأعمال رقابة جادة لضمان سلامة الغذاء وجودة الإنتاج الزراعي. وقال المدير العام للقسم السيد تخلى أب مسقنا إن من أهم أنشطة القسم تأمين الجودة والسلامة وأدوية النباتات والمواشي لرفع الإنتاجية وضمان الاستخدام الجيد للموارد الطبيعية وجودة الموارد والصادر من الغذاء. وذكر أن الأغذية تحتاج إلى المراقبة الجادة لتلوثها بسهولة، مشيرا إلى أهمية النظافة الشخصية والأسرية والمرافق الصحية للغذاء، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المرافق التي لا تلبي عوامل النظافة. وأوضح بأن 20 مؤسسة إنتاج الألبان مشتقاتها في إقليم الأوسط والجنوبي وعنسبة تقدم منتجات بمحتوى تنافسي نتيجة جهد وتشجيع وزارة الزراعة، وتمكنت من تغطية المنتجات التي كانت تستورد. وحول سلامة النباتات والخضروات والفواكه وخاصة الطماطم، أوضح السيد تخلى أب إبادة حوالي 900 كنتال طماطم في السنوات الثلاث الماضية بسبب الاستخدام السيء للمبيدات، وقد حققت أنشطة التوعية بالتعاون مع الشركاء نتائج مرضية. وذكر القيام بأعمال الرقابة على جودة المبيدات الزراعية، وتم منذ عام 2013 إبادة حوالي 3000 كنتال من المبيدات ذات الطابع الكيميائي المنتهية الصلاحية. وحذر المواطنين توخي الحيطة من الألبان ومشتقاتها التي تباع في الشوارع في مختلف الأدوات البلاستيكية والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
أعلنت وزارة الصحة عن شفاء مواطن واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9723، شوفي منهم 9619 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال مريضا واحدا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 20 من مارس 2022. نظمت في حقات ورشة عمل يوم 17 من مارس بحضور مدراء المدارس والمشرفين التربويين ومدراء الضواحي لضمان جودة التعليم. وبحثت الورشة مضمون وأهداف كفاءة التعليم وأساليب تقوية نتائج التعليم والتنظيم وتقوية الرقابة التعليمية وجهد تقوية الدراجات المهنية. ودعا مسؤولو التعليم في إقليم عنسبة كافة المدارس ضمان جودة التعليم وتقييم أنشطتها بمعايير ملموسة وتقوية العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور ودراسة أسباب مقاطعة التعليم وإيجاد الحلول لها. وحث المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقاد السيد تخل هيمانوت موسائيل لتعاون المعلمين وأولياء الأمور لرفع جودة وكفاءة التعليم وتطبيق الأفكار المقدمة في الورشة حسب الأهمية. وأعرب المشاركون في الورشة عن أملهم لتنفيذ التوصيات المساهمة في تقليل المصاعب التعليمية، مناديا لبناء أسوار للمدارس وتأهيل المعلمين الجدد. نظم مكتب شرطة المرور في إقليم شمال البحر الأحمر حملة توعوية في 17 من مارس للطلاب في مدينة مصوح. وقدم قائد الشرطة في الإقليم الرائد نرآيوت أجاي توضيحا مفصلا بعنوان القانون والطلاب ورؤى الطلاب وكذلك علاقة الشرطة بالطلاب، مشيرا إلى الدفع بقوة على المنشورات والسيمينارات التوعوية المنتظمة لما تلعبه من دور كبير في انخفاض الحوادث المرورية. وذكر بأن غالبية الحوادث المرورية ناجمة عن الإهمال أثناء استخدام الطرق، وقال يطلب بذل جهود حثيثة ومنسقة للحد منها برفع الوعي والمعرفة. من جهته قال مسؤول تحقيقات حوادث المرور الكوبيرال إسياس برهاني إن عدم رعاية بعد المسافات والترادف وقيادة الدراجات المحملة بأكثر من البضائع تعتبر بعضا من أهم مسببات الحوادث المرورية، داعيا الطلاب لتوخي الحذر من أجل سلامتهم، لأن عدم معرفة القانون لا تنجي من المساءلة القانونية. سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، هي الأولى له لدولة عربية منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011 وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية وام. واستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس السوري لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين والسلام في المنطقة وفق ما أوردت الوكالة. وهذا الاجتماع هو أحدث إشارة إلى عودة دفء العلاقات بين سوريا والإمارات التي قطعت روابطها مع دمشق في فبراير 2012. وزيارات الأسد خارج سوريا منذ اندلاع الحرب كانت لإيران وروسيا فقط، وهما دولتان حليفتان ساعد جيشهما الرئيس السوري على قلب دفة الحرب ضد خصومه. وتعارض واشنطن جهود تطبيع العلاقات مع الأسد لحين إحراز تقدم صوب حل سياسي للحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف. أعلنت الشرطة النرويجية مقتل 4 هم كل من كانوا على متن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت بشمال النرويج. وكانت الطائرة التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تشارك في تدريب عسكري لحلف شمال الأطلسي عندما سقطت بمنطقة نائية. قبلها كان جهاز طوارئ نرويجي أفاد بأن طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 من أفراد طاقمها
فقدت في النرويج، ويحتمل أنها تحطمت أثناء مشاركتها في تدريبات لحلف شمال الأطلسي. وقال البيان إن عناصر الإنقاذ رأوا أثناء بحثهم في الجو أو من الجو علامات على وجود الطائرة في المنطقة التي فقدت فيها، لكن الطقس كان سيئا للغاية مع حال دون تمكنهم من الهبوط. وأكد الجيش الأمريكي من جهته تعرض الطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية لحادثة أثناء تدريب في النرويج في إطار تمرين كولد ريسبونس 2022. وتهدف مناورات كولد ريسبونس 2022 إلى اختبار إدارة النرويج لتعزيزات الحلفاء على أراضيها في حال تفعيل بند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي. سجل بالصين الرئيسي أول حالتي وفاة بكوفيد-19 منذ أكثر من عام، كلاهما في مقاطعة جيلين شمال الشرق، وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في وقت تواجه البلاد أسوأ زيادة. وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الهند، حيث من المتوقع أن يناقش التعاون الأمني والوضع في أوكرانيا مع نظيرها الهندي ناريندرا مودي. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية أن كيشيدا يعد أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة للهند منذ أكثر من 4 أعوام، مشيرا إلى أنه يجتمع حاليا مع نظيره الهندي، حيث يعتزم التأكيد على أهمية أن يظل المجتمع الدولي متحدا في أزمة أوكرانيا. وأضاف التلفزيون أنه من المتوقع أيضا أن يؤكد الزعيمان على التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية. وتعد روسيا أكبر مصدر للأسلحة إلى الهند، التي تحتاج إلى دعم مجموعة كواد في مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. في الختام اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. دعوة للحوامل من أجل الولادة في أقرب مؤسسات صحية. وزارة الزراعة تنفذ أعمالا جادة لمتابعة تأمين الغذاء. سمينار توعوي حول قوانين المرور في مصوع. بشار الأسد في أول زيارة إلى بلد عربي منذ بداية النزاع في سوريا. مقتل 4 جنود أمريكيين في تحطم طائرة عسكرية في النرويج. تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا في الصين منذ أكثر من عام. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني.